مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. لو انتوا بقى صايمين وبتبقوا عايزين كده تاكلوا اي حاجة مسكرة كده ويكون طعمها حلو، او بتحبوا متعودين دايما تفطروا كده الصبح بكيكة، فطبعا في الصيام بتبقوا لايصين. تعالوا نعمل بقى كيكة شوكولاتة. لعشاق الشوكولاتة غرقانة خالص بالشوكولاتة، وكمان للناس النباتيين، الناس اللي عندهم حساسية من البيض هتنفع معاكم خالص. بديل للكيكة اللي من غير بيض. خفيفة وطعمها جميل ومكوناتها طبعا اقتصادية خالص. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي مادونا. يا رب القناة تعجبكم وتعملوا لايك وشير للقناة وتشتركوا فيها. أول حاجة بقى معانا في المكونات سكر، كوباية سكر ناعمة مش مطحون، سكر يكون ناعم بس حبيبات عادي، وكوباية ونص مية من الحنفية. هعملها الكيكة من غير خلاط ولا كبة ولا أي حاجة خالص، يعني مش هنحتاج أي أدوات فيها ولا مضرب بيض ولا أي حاجة. احنا هنستخدم المضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده. بفضل أقلب في السكر شوية كده مع البيض لحد ما نسبة كبيرة منه تكون دابت غالبيته. حطيت معلقة كبيرة خل، وحطيت باكت فانيليا عشان يدينا نكهة حلوة. مفيش بيض بس الفانيليا عشان تدينا نكهة كويسة. ومعانا تلت كوباية زيت، أي نوع زيت نباتي، المهم ما يكونش ليه ريحة ويكون طعمه كويس عشان ما يبوظ لناش الكيكة. وبرجع أقلب تاني، منها بدمج المكونات ومنها إن لو في شوية سكر ما دابوش بيرجعوا يدوبوا معايا في التقليب ده تاني. تمام، هو الموضوع التقليب كله ما كملش 5 دقايق يعني، فمش مستاهلة خلاط ولا مضرب كهربا يعني ولا أي حاجة. معانا بقى كوبايتين دقيق، وطبعا احنا عارفين ان الكيكات لازم ننخل فيها الدقيق، فيا اما بننخلها بمصفى، بمنخل عادي، بالمنخل ده اي منخل لازم ننخل بس الدقيق. فببتدي انزل كوبايتين الدقيق كده بالتدريج وانخلهم كويس عشان يدخل جواهم هوا. انا عايرت المكونات كلها بنفس حجم المج بتاع الشاي العادي. معايا بقى معلقتين مليانين كبار كاكاو خام اسباني، اللي هو المر من غير سكر. وبرضو الكاكاو لازم يتنخل فوق المكونات. ومعايا باكت بيكنج باودر، بلاش تاج الملوك، تاج الملوك بقى بيبوظ الكيكات بصراحة. دريم كويس او كوكس اي حاجة بس غير تاج الملوك. حطيت باكل بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، وحطيت رشة ملح، وهبتدي بقى ادمج المكونات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين كده، واحدة واحدة. حتى لو لقيتوا تكتلات من الدقيق، واحدة واحدة هتفك معاكم كلها وتدوب في بعض. ما تستعجلوش في الخطوة دي يعني، اتأكدوا كل ما تقلبوا كده طلعوا شوية مع المضرب كده وتأكدوا الخليط تمام بقى ناعم ولا فيه تكتلات دقيق. جبت بقى البايركس اللي هو المقاس الوسط في التلاتة. وممكن صينية مقاس 28، ممكن القالب الصغير في طقم القوالب التلاتة الألومنيوم. البايركس مش بيحتاج غير دهنة زيت بس، لكن الصواني الألومنيوم لازم دهنة زيت مع رشة دقيق أو رشة كاكاو. ببتدي بقى أنزل الخليط، شايفين قوامه عامل ازاي. لازم الاسباتيولا يا جماعة، كل مرة هقولكم لازم يكون عندكم سباتيولا خاصة بالحلويات. أولا مش بتهدر أي حاجة خالص من خليط الكيك، وفي نفس الوقت بتنفعنا في حاجات كتير. وخلوا واحدة للحلويات وواحدة للحوادق علشان الريحة بتثبت فيه شوية. هنا بقى ببتدي امشي كده الاسباتيولا جوه خليط الكيك عشان لو في اي فقاعات عندي هي بتشيلها خالص. شوفوا انا مشيت الاسباتيولا في كل الاتجاهات بتاعة الكيك. ونخبط خبطتين خفاف، وطبعا بنكون مسخنين الفرن من قبلها على 180 قبلها ب10 دقايق. بدخل الكيك، اخدت حوالي من 20 ل25 دقيقة. هنعمل بقى صوص مع بعض. هو بالشوكولاتة، ممكن تفتكروه غالي، صدقوني انا حسبته لقيته ان هو تكلفته اقل من تكلفة الصوص اللي بالكاكاو والزيت، لان الزيت بقى غالي جدا والكاكاو الخام النضيف غالي. ده تمن شوكولاتة 125 جرام، تمن بالظبط.
بشرته وحطيت عليه تلت كوباية مية مغلية. تمام، وببتدي بقى انزل بالمية المغلية على الشوكولاتة وادوب. طب لو حسيت ان هي ما دابتش كويس وبدأت تبرد، على حمام بخار او 30 ثانية في الميكرويف، اسخنهم مع بعض وارجع اقلب تاني زي ما انتم شايفين كده، هيبتدي يدوب مع بعض خالص. او كده الشوكولاتة دابت خالص مع المية، وبقى صوص جميل اقتصادي كمان صحي للي بيعملوا دايت. مش محتاجين نزود كمية زيوت ودهون كتير. ففعلا لو حسبتوها هتلاقوا تكلفة ده زي تكلفة ده، وممكن كمان اللي بالشوكولاتة مع المية تكلفته أرخص. أنا بحب دايما الجناش، ده جناش اقتصادي، أكتر جناش اقتصادي في الحياة. هما شوية شوكولاتة وشوية مية، يعني لا حطينا حليب ولا كريمة ولا قشطة ولا أي حاجة. بينفع صيامي وينفع تعمليه في الفطار، موفر خالص. بحب ان انا اصفيه عشان لو في اي تكتلات. ودوبت كده التكتلات اللي كانت معايا، دوبتها ونزلت من المصفى بسهولة. بسيب بقى الصوص يهدى ويبرد خالص. الكيكة اخدت حوالي 25 دقيقة، سبتها تبرد وحطيت عليها الصوص. لو حابة الصوص يبقى مدي طبقة سميكة شوية، سيبيه ساعتين في التلاجة قبل ما تحطيه على الكيكة. لكن كده بقوامه الخفيف ده الكيكة هتشرب شوية منه. فهي برضو بتدي طعم حلو ان هي تبقى شاربة شوية من صوص الشوكولاتة معانا. شوفوا الكمية اللي عملناها، التمن شوكولاتة غطى الكيكة خالص وشربت اهو شوية من الصوص. بقت من جوه كده شاربة ومليانة شوكولاتة. فعلا كان طعمها جميل. الخطوة دي بقى اختياري، عايزين تعملوها اوكي، مش عايزين خلاص. عندك سبرينكلز، عندك شوكليت شيبس، اللي انتي عايزاه. دي كانت قطعة شوكولاتة صغيرة مش مكملة 50 جرام أو 30 جرام، بشرتها وبدأت أحطها كده على وش الشوكولاتة عشان نزود التست بقى بتاع الشوكولاتة. طبعا الصيامي برضو لازم نقول حقيقة، التست بتاعها بيبقى أقل من الفطاري بشوية. فاللي بيعلي الطعم معانا الشوكولاتات والصوص والحاجات دي. فهي جميلة فعلا وانتي صايمة او انتي نباتية. لكن انتي فترة هتعمليها بالبيض، طبعا البيض بيدي حلاوة وتماسك للكيك اكتر. لكن بالنسبة ان احنا صايمين، دي حاجة حلوة قوي وهتعجبك وانتي صايمة. بصوا هشة وطرية، هي بس التماسك بتاعها كان اقل شوية من الفطاري. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. متنسوش لايك وشير.